العلامات الإجبار اللي كان في الامتحان. الأولى على اليمين اتجاه إجباري إلى الأمام، إجباري تمشي للقدام. ثانية اتجاه إجباري بحال منعطف، بحال منعطف إجباري، ديما العلامات الدائرية الزرقاء. والعلامة الثالثة هذه اتجاه إجباري إلى اليمين، ماشي منعطف وإنما اتجاه إجباري إلى اليمين، ضروري غدور على اليمين. بالنسبة للرابعة اتجاه إجباري إلى اليسار، إلا سمعتوا راه كلشي إجباري لأنه مع علامات الدائرية الزرقاء، ضروري ندور على اليسار. بالنسبة لهادو على اليمين ممر إجباري للراجلين، ملي الراجلين غادي يلقاو روسهم قدام هاد العلامة راه إجباري غادي يسلكوا هاد المسلك، ضروري إجباري. بالنسبة للثانية مسلك خاص وإجباري للدراجات، هادي جميع أنواع الدراجات، واخا دايرين هادوما العادية راه جميع أنواع الدراجات إجباري يسلكوا هاد المسلك اللي قدامهم. بالنسبة لهادو الأولى الفوق على اليمين نهاية الإجبار الخاص بالراجلين، ملي كتلقى العلامة مضروبة بالخط الأحمر راه النهاية يعني راك انت حر. الثانية الفوق نهاية السرعة الإجبارية، في الأول إجباري تمشي ب30، دابا ما بقاش داك الإجبار يعني مضروبة بالخط الأحمر. أما لتحت على اليمين إجباري تشعل الأضواء، هاد العلامة كتكون قدام النفق، إجباري تشعل الأضواء التقابل بالضبط، إجباري تشعل الأضواء التقابل بالضبط. اليسار لتحت استعمال سلاسل الثلج، ملي كتمشي في واحد المنطقه فيها ثلج وقدامك هاد العلامه راه ضروري دير السلاسل العجلات ديال القدام فقط، ماشي ضروري بربعه. اما هادي اللي بوحدها التزام اقصى اليمين، هادي كتسمى التزام اقصى اليمين لجميع العربات. وقتاش كيعني واحد الصنف والاخر لا، الا داروا لتحت اشاره تكميليه، مثلا الا عطاونا اشاره تكميليه فيها الكاميو تنقولوا التزام اقصى اليمين بالنسبه للشاحنات، الاخرين لا. الا دايرين الكار كنقولوا التزام اقصى اليمين للحافلات، الاخرين لا. ولكن الا عطاونا بحال هذه العلامه وما فيها لا اشاره تكميليه لا والو، كتعني التزام اقصى اليمين لجميع الاصناف، كل شيء ضروري خصو يشد اليمين. بالنسبه لهذه مسلك خاص بالحافلات، يعني الا قلنا خاص راه ما يمكنش يستعملوا تحد من غير الحافلات، وحتى الحافلات اجباري لهم حتى هما يستعملوا هذا المسلك، هذا اجباري الحافلات يستعملوا هذا المسلك، يعني مسلك خاص للحافلات. توفيق للجميع.